بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، احنا معاكم النهارده ان شاء الله فيديو جديد جميل مع الارانب. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن الفطام، شويه معلومات كده على السريع وعلى الماشي ان شاء الله عن الفطام، ان احنا نفطم امتى ونفطم ازاي ونتعامل ازاي مع الفطام الصغير ده. هنفطم عن عمر 35 يوم. طب انا الام مثلا اتلقحت متاخر شويه ولسه قدامها بدري انها تولد، طيب اسيبهم مع الام مفيش مشكله، ابدا افطم الكبير في الكبير. الارنب اللي عدى كيلو او وصل وزنه حلو معايا وانا راضي عن الوزن بتاعه، افطمه واحطه في مكان طبعا الفطام لوحده. اعمل ايه مع الفطام بعد ما افطم؟ قبل ما اشيله من عند الام على طول نص سنتي ايزومات، ده علشان اي مشكله عند الارنب. هو هيكن يوم ولا حاجه، بعد كده هيبدا ياكل ويبقى كويس جدا معايا. طبعا الارنب الفطام لازم بعد ما افطمه من عند امه لازم الارنب يقل شويه في الاكل، يعني الاكل يبقى محدود، الاكل يبقى بحساب، احط الاكل للارنب بحساب، اقلل جدا الاكل، وبعد كده يبدا لما يكبر معايا شويه بشويه ابدا اظبط له الاكل تاني واخليه الاكل بتاعه متوازن وكبير. يعني كتير اظبط له بقى الاكل طول الليل، اسيبه قدامه الاكل لان الشتاء ليله طويل جدا والارنب بياكل طول الليل في الشتاء. ولازم اللمبه زي ما قلنا ندفي اللمبه تكون فوق الفطام على طول عشان تدفي الفطام الدفى بتاعه، والاكل كويس هيبدا يحول بنسبه كبيره باذن الله. طبعا في ناس كتير بتسال زي ما قلنا، طب الام لسه، في ناس بتفطم على 40 يوم عادي مفيش مشكله. كل ده بيزود في الارنب، بيزود له مناعه، بيزود له تحويل، بيزود له كل حاجه. في ارنب اهو عينيه تعبانه طبعا كده واحنا بنتكلم، ده بنجيب له مرهم بنتراميسين من الصيدليه البشري ونحط عليه ونغسله كده بميه دافيه. ده حاجه بسيطه كده بتظهر دايما في الارانب في البرد، يكون خد برد ولا حاجه. اهو الفطام طالع ما شاء الله، لسه فيه حاجات تانية جايه، بس ايه انا قلت اما اصور مع الكام عين دول اللي احنا فطمناهم النهارده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. طبعا الاكل بحساب، الاضاءه لازم تكون مباشره على الارنب عشان يتدفى، الدفى والاكل بيقوم يفرق معايا في نسبه التحويل. اهو شايفين هم جايين على الاكل، بس احنا مش هندي اكل دلوقتي، في ميعاد الاكل هناكل. طبعا لازم المكان يكون فاضي اهو من الاكل خالص، الاكل يكون بحساب بالذات للفطام ده. وناخد بالنا كويس قوي ان الارانب الصغيره دي ممكن تتبول على الاكل، لازم ما يبقى المكلف ناشف خالص وكويس معايا. دول هم لسه ما شاء الله قطعت لسه متاخدين النهارده، مفطومين النهارده من تحت الامهات. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. اهو في عين فاضيه هنحط فيها دلوقتي اهو. بسم الله ما شاء الله، شايفين الارانب اهي جايين كلهم عايزين ياكلوا، بس لازم الارنب يجوع، لازم نجوع الارنب علشان السن ده لازم. هو طالع من عند الام طبعا كان بياخد اللبن، واللبن ده بيعمل له مناعه، هيبدا ياكل اكل بس فيبدا الامراض تكتر، تبدا بطنه يحصل لها، ممكن يحصل له انتفاخ او اسهالات، ده لو طبعا خد كميه زياده من الاكل. انما العلف الكويس الاسهال بيبقى كويس عادي مفيش اي مشكله، زياده بروتين او زياده اي حاجه، بس احنا اهم حاجه ندور المكلف ده اهو ساعه الاكل ميعاد الاكل يكون فاضي ونضيف وناشف. ده حاجات اساسيه معايا للفطام. الفطام طبعا بنحط في الاول الوقت احنا حاطين 6 هم ولا 7، بعد كده بنبدا نقلل لما حجمه بيكبر، لما وزنه بيكتر. انا طبعا بحط على الميزان مش كل يوم ولا حاجه، ممكن كل اسبوع كل اسبوعين مره، بيفرق معايا. الارنب بيزيد بسم الله ما شاء الله في الوقت ده، بيزيد في التحويل قوي. بعد كده لما يوصل لوزن 2 كيلو بيبدا معايا يقف الوزن شويه. بعد كده هو بيزيد بقى لما يوصل 2 كيلو يفضل بقى مثلا شهر، بقى لما يبدا يدخل في 2 و100 و2 و300، والاوزان دي بتاخد وقت شويه في التحويل. فاحنا الوزن ده الصغنن ده اهو مجرد ما ناخده من الام، العلف بحساب، احط كميه نص الوجبه حتى في الاول، وبعد كده اديله في العلف وافتح له في العلف، بس اما ياخد معدته تاخد على الاكل ويبقى مظبوط معايا اظبط له العلف بتاعه.
في الاول زي ما قلنا نص سنتي ايبوماك عشان اي جرب او اي مشكله تحصل له، لو اي حاجه عنده حاجه داخليه نقضي عليها. بعد كده زي ما قلنا هيكن يوم او 2 عن الاكل، بس هو بسم الله ما شاء الله كلهم جايين على الاكل اهو، شايفين بيدوروا على الاكل. بندور برده لازم المكلف يبقى نظيف، لازم يبقى ناشف علشان الارنب. فانا خلاص فطمته، اديت له الايبومات، قللت الاكل. بعد اسبوعين ابدا ازود له بقى. الاسبوع الاولاني يقل، بعد كده يكتر شويه بشويه. بعد كده لما يوصل لوزن مثلا دخل بقى كيلو ونص ودخل على 2 كيلو، ابدا افتح له في العلف بقى واكله واظبطه، هيزيد معايا وهيحول. وبسم الله ما شاء الله طالعين، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك اهو. فطام بسم الله ما شاء الله. هو واخد ايبومات هبطان طبعا معاه، بس شايفين اهو جايين برضو على الاكل وبيدوروا على الاكل، مش مستنيين يعني هو يوم ولا حاجه، يوم بكتيره وبعد كده بياكل. لما جوعه كويس قوي هياكل كويس قوي ويبدا التحويل يبان عليه. اليوم هيفرق معاه، اليومين هيفرقوا معاه، اسبوع هيبدا يحول معايا ويبقى كويس ان شاء الله. الفطام، حلقه الفطام مهمه جدا. بفطم، باخد الكبير الاول من عند الام، بعد كده اخد الصغير في الصغير. لو في مثلا واحد فارق بقى جامد عن اخواته، ده سيبه اخر واحد مع الام يرضع ويبقى كويس معايا، هيبقى ذكر كويس وهتبقى انتايه كويسه. هيبقى ما شاء الله كله بسم الله ما شاء الله يبدا يكبر حجم واحد ويزيدوا كلهم مع بعض. احافظ على الفطام من البرد، لازم يكون البرد الجو يكون متقفل كويس. شايفين المزرعه متقفله كلها اهي علشان البرد. الفطام لو خد برد يجيله امراض، يجيله انتفاخات، يموت معايا. لو الاكل زاد عن حده يموت برضه. ليه؟ لان معدته لسه معدته لسه صغننه، وطالع من عند الام المناعه بتاعته ضعيفه لسه. اللبن الام كان بيديله مناعه بيقويه، العلف الكتير يتعبه، العلف الكتير يعمل له اسهالات يتعبه معايا لو زاد عن حالته. النهارده انا حاولت كده نتكلم عن الفطام، افطم امتى وافطم ازاي. اسيب الفطام الارنب مع الام قبل ميعاد ولاده الام بيوم او بيومين. الام خلاص انا جستها، هي بدات تنتف. في ناس بتسيب الفطام مع الارانب مع الام لما تنتف خلاص هتولد، اسيبها معاه بيرضع وبيشبع مع الام وبيدفوا بعض وكويسين ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الام هتولد النهارده هتولد بكره، ابدا افطم الخلفات واحد مع التاني. لو اخدهم بقى كلهم مع بعض ان هي بدات تنتف خلاص. الفطام الاصلي من 35 يوم ل 40 يوم. انا فطمت خلاص لان انا ملقحه الام من 10 ايام. لو لقحت تاني يوم في المكثف بفطم على 30 يوم بالظبط. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ربنا يرضاكم من اعجابكم، يكون دايما عنده حسن ظنكم. استنونا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير مع بعض باذن الله، نتكلم فيها عن الارانب وعن انواع الارانب وازاي اختار الارانب وازاي انقي الفطام اللي عندي ينفع اسيبه سلاله والفطام اللي عندي اللي ينفع للحم. ده كان فيديو بتاعنا النهارده، ربنا يرضاكم من اعجابكم. لو محتاجين اي حاجه تطلبوها مننا، محتاجين اي حاجه تواصلوا على الرقم 010 6461 9771. لو محتاجين بطاريات سلالات اعلاف ادويه حمام لاحم ان شاء الله اي حد يحب ممكن نبعته له بقى على المواصلات او يجي ياخد اللي هو عايزه ان شاء الله. تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا. لو محتاجين اي فيديو مقترح ابعتوا لنا في التعليقات ان شاء الله نعمل الفيديو اللي حضراتكم تطلبوه ان شاء الله. ده كان فيديو بتاعنا النهارده خلص مع الفطام الجميل بتاعنا النهارده. انا قلت لكم في الاول ان هم هاديين كده عشان بنديهم من نص سنتي زي ما قلنا، ادينا كده فطمناهم لسه النهارده كده، فمع محتاجين ان هم يتعرفوا على المكان. شوفوا قاعدين بيستكشفوه اهو. ربنا يجازيكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.